ايه ده؟ ايه ده؟ ده كان رياكشني لما رحت اجرب باو. باو هو كافيه بيقدم مشروبات فيها بابلز او البوبا تي عامه بانواعها واشكالها، وبما اني عاشقه للبوبا وكنت معديه من جنبه فقلت ليه ما اجربهوش واعمل لكم ريفيو. المكان الصراحه لذيذ، شكله مودرن قوي وشكله حلو، عجبني الستايل بتاعه والديكوريشن بتاعه من جوه. ما كانش ليا نفسي اشرب حاجه فجبت ايس كريم بوبا، ودي اول مره اجرب فيها الايس كريم بوبا. وكمان صاحبتي جابت البوبا ستروبري ايس ماتشا لاتيه. انا كنت طالبه طعم الفانيليا، وبصراحه كنت متحمسه جدا ان انا اجرب الايس كريم بالبوبا، بس ده اللي حصل. انا خدت الصراحه اول معلقه حسيت ان في حاجه غريبه، طعمه غريب جدا وان في حاجه غلط، بس قلت ممكن يكون طعم الايس كريم بتاعهم كده، فخدت المعلقه التانية برضو في حاجه غلط. يا جماعه الايس كريم كان طعمه بايظ حرفيا. رحت واتكلمت معاهم وهم الصراحه كانوا لطاف جدا وضايقوا الايس كريم، لقوا فعلا ان هو طعمه غريب وطعمه فيه حاجه بايظه. تقريبا المشكله كانت في الماشين، بس غيروهولي بكافي ايس كريم. اي نعم انا كان نفسي في الفانيليا، بس يلا بينا نجرب ونقول راينا بقى. بصراحه الكافي ايس كريم بتاعهم الصراحه حلو قوي. البوبا ذات نفسها هي اللي عجبتني جدا. البوبا كانت حلوه قوي، الملمس بتاعها مظبوط، اللي هي طريه قوي ولا هي ناشفه، والصوص بتاعها كمان كان ريتش وكان حلو قوي، فعجبتني جدا. ودقت برضو الستروبري ماتشا، الصراحه الماتشا بتاعتهم نضيفه قوي وطعمها فعلا ماتشا. مشكله الدرينك ده بس ان البوبا فيه كانت قليله، انا مش عارفه هم على طول كده ولا ده بالذات، بس البوبا محتاجه تكتر يا جماعه. بس انا استمتعت بالايس كريم بوبا وهبقى اجي تاني علشان اجرب انواع تانية. قولوا لي بقى اجرب ايه من باو المره الجايه.